طيب اهلا وسهلا بيكم في قناه كلاود كود. قبل بس ما ابتدي التوبيك بتاع النهارده اللي هو مهم جدا، انزل اشترك في القناه، وفي واتساب جروب في الديسكريبشن بتاع كلاود كود لو انت مهتم ان انت تحضر الزوم ميتينجز اللي هي بتتعمل مع التوب سبيكرز في مجال الكلاود. اشترك في الواتساب جروب. طيب، كنا بنتكلم الفتره اللي فاتت ايه البري ريكويزيتس بتاعه الكلاود. ماشي، في ناس كتير قوي اتكلمت وقالت احنا محتاجين ندرس ايه. السؤال ده بيجي لي كل يوم، محتاج ادرس ايه عشان اقدر ان انا اخش في الكلاود. فانا هتكلم مع واحد يعني ممكن خلفيته تكون صفر. تعال نتكلم كده، لو واحد خلفيته صفر يعمل ايه. وفي نفس الوقت ده مهم جدا عشان في ناس برضو بتكليم ان انت محتاج ان انت توصل لادفانسد ليفل علشان تخش في الكلاود. طبعا الكلام ده مش حقيقي تماما. فانا النهارده هقول لك ايه الحاجات اللي انت محتاج ان انت تعرفها علشان تقدر ان انت تبتدي تخش في اي كورس كلاود. طيب ايه البري ريكويزيتس؟ تعال ناخدها كده من الاول خالص. اول حاجه الاو اس اي موديل. الاو اس اي موديل ال7 لايرز، لازم تبقى عارف ايه هي ال7 لايرز بتاعت الاو اس اي موديل. especially 7 لاير 7، لاير 4، ولاير 3، ولاير 2. الفرق ما بين الثلاثه لاير الاربعه لايرز دول في الاو اس اي. تمام. وطبعا انا عامل كورس سي سي ان اي. كل الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ده ما عدا شويه حاجات في السكيورتي اللي هي معموله بالاخضر دي ممكن اعملها بعدين. كل الكلام ده موجود في كورس السي سي ان اي اللي انا عامله. طيب تاني حاجه السبنتنج والاي بي. ده حاجه اساسيه جدا، لازم تبقى عارف يعني ايه سبنت ويعني ايه اي بي. مش لازم تكون عارف ان انت تحسبها، لان خلي بالك في كالكوليترز اونلاين بتحسب لك السبنتس. بس تبقى فاهم يعني ايه سبنت، فاهم يعني ايه اي بي، فاهم يعني ايه اس اي موديل. لان انت برضه هل ينفع ان انت تشتغل وانت مش عارف اصلا ايه الابلكيشن لاير وايه الفرق ما بينها وما بين لاير 4 ولاير 3، وايه الفرق ما بين اللاير 3 واللاير 2؟ مش هينفع. طيب تالت حاجه الفرق ما بين البرايفت والبابليك. ده شيء طبعا ما فيهوش تهريج، لازم تبقى عارف ايه الفرق ما بين البرايفت اي بي وايه الفرق ما بين البابليك اي بي. رابع حاجه الفرق ما بين النات والبات. ايه هو الناتنج اصلا وايه هو الباتنج؟ ده طبعا حاجه لازم تبقى انت عارفها كويس جدا. رقم خمسة إيه الراوتر؟ يعني ايه راوتر اصلا؟ وايه الفرق ما بينه وما بين راوتر، وايه الفرق ما بينه قصدي ما بينه وما بين السويتش؟ دي حاجة خمسة لازم تبقى عارفها. طيب رقم ستة عشان تقدر تخش على الكلاود الاستاتيك راوتنج. ليه؟ لأن أنت جوه مثلا في اي دبليو اس بتعمل استاتيك راوتنج كتير جدا. فلازم تبقى انت فاهم يعني ايه ستاتيك راوتنج، يعني ايه لونجست بيت ماتش. الحاجات دي مهمه جدا ان انت تبقى فاهم الفرق بينها. وبرضه النات والبات، لان في اي دبليو اس في ناتنج كتير جدا، وفي برايفت وبابليك، فالكلام ده والسبنتس. فلحد دلوقتي كل ده كده هتخش تلاقيه في اي دبليو اس. فلو انت مش عارفه اي دبليو اس مش هتشرح لك الكلام ده في كورس، ما ده كلام اصلا انت المفروض تبقى جاي فاهمه. طيب ايه سابع حاجه توبيك تبقى لازم عارفه؟ الدي اتش اس بي والدي ان اس. دي اتش اس بي ان انت لما توصل الكمبيوتر بتاعك بتاخد اي بي من دي اتش اس بي، ويعني ايه دي ان اس اللي هو بيترانسليت طبعا جوجل مثلا لاي بي. دي حاجه لازم تبقى عارفها، اي دبليو اس مش هتشرحها لك. طيب اخر حاجه في حته النتوركينج الفرق ما بين التي سي بي واليو دي بي. ده كده الثمان حاجات دول بري ريكويزيت قبل ما حضرتك تخش على اي كورس كلاود. لازم تبقى عارف الثمانيه توبكس دول في النتورك، والثمانيه دول انا شارحهم في القناه عندي في البلاي ليست بتاعت السي سي ان اي. طيب في جزء كده سكيورتي مهم قوي ان انت تبقى عارفه. ايه هو الفاير وول؟ ايه هو الاي بي اس؟ وطبعا انا عملت فيديو الفرق ما بين الاثنين دول، ممكن تتفرج عليه برضو في سلسله السي سي ان اي. يعني ايه واف؟ ماشي. دول كده حاجات برضو هم مش هيشرحها لك، هيجي يقول لك على طول في واف سيرفيس 1 2 3. فانت لو مش عارف يعني ايه واف ويعني ايه فاير وول مش هتعرف تتعامل. طيب يعني ايه انكريبشن؟ ده برضو مش هيشرح لك الانكريبشن، فلازم تبقى فاهم الانكريبشن ككونسبت. ماشي. يعني ايه اي بي سيك تانل؟ ماشي. ودي حاجه مهمه جدا لان انت كتير قوي بتبني اي بي سيك تانل ما بين الكلاود والاون بريم، فلازم تبقى عارف اي بي سيك تانل. ويعني ايه اوثنتيكيشن طبعا ككونسبت. انا ده رايي، دي البري ريكويزيتس. لو انت راجل عايز تخش في مجال الكلاود لازم تعدي على الحاجات دي، ما لهاش حل، لازم تعدي على الحاجات دي. طيب تعالى بقى نبص كورس الاي دبليو اس براكتيشنر ده فيه توبكس عامله ازاي وريليتد باللي انا قلته ازاي. طيب اول حاجه هتلاقي ان هو بيقول لك يعني ايه كلاود. ماشي. ايه البنفيت بتاعت الكلاود؟ ماشي. دي حاجات يعني برضو على فكره في الزوم ميتنجز انا شرحت الكلام ده، يعني الكلام ده موجود في اللي هو ازاي منين ابدا في الكلاود. فيديو كان معمول مع باشمهندس مينا كان شرح الكلام ده. طيب ايه هي الريجن والافيلابيلتي زون؟
ماشي، دي اللي هي الداتا سنترز بتاعت الكلاود. ماشي. اماكن تواجد AWS، الريجن والافيلابيلتي زونز. ماشي، فدي تالت حاجه هتاخدها في كورس ال AWS براكتيشنر. رقم 4 هيقول لك ايه الفرق ما بين البرايفت كلاود والبابليك كلاود، يعني لو انت عندك اون بريم وبابليك كلاود والهايبريد ازاي توصل بينهم. دي برضو نقطه مهمه جدا. هتيجي الحاجه مهمه قوي الاي سي 2 والبرايسنج بتاعها، وطبعا انا عملت فيديو في AWS بالعربي بلاي ليست في شرح للكلام ده. رقم 6 هيكلمك عن الاستورج، وعملت برضو فيديو ممتاز عن الاستورج. لو انت حتى مش بخلفيه استورج ممكن تفهم الاستورج. عشان كده انا ما قلتش هنا ان انت محتاج ان انت تذاكر استورج، لان انت لو ما عندكش خلفيه استورج جامده، انا عن نفسي ما عنديش خلفيه استورج، مع ان برضو عندنا يعني في ناس ممكن تعمل لنا سيشنز بالمنظر ده، بس انا من غير خلفيه ستورج انا دخلت وتعاملت عادي جدا جدا. فلحد دلوقتي انت اهو، انت شايف ان في اي مشكله في الحاجات اللي انا بقولها؟ مفيش، يعني مفيش اي مشكله. نيجي هنا بقى رقم 7 الانترنت جيت واي. والنت جيت واي ده معتمد على الناتنج اللي كنت بقول عليه، فطبعا لازم تبقى حضرتك فاهم الحته دي. واللود بالانسر والاوتو سكيلينج جروب. انا برضو هنا ممكن اكون نسيت احط فكره اللود بالانسر مع الحاجات السكيورتي، فاير وول اي بي اس واف ولود بالانسر. ماشي. طيب رقم 8 حاجه اسمها كلاود فرونت، وده حاجه مش معتمده على، يعني لو انت يعني ده كونسبت كده اللي هو بيقول لك ايه، ان احنا ممكن نقرب لك الابلكيشن بتاعك لحته قريبه للاون بريم من خلال الايدج بتاع AWS. فده حاجه مش معتمده على اي بيزكس يعني. بعد كده نيجي هنا الروت 53 ده DNS، فانت لازم تبقى فاهم DNS. ماشي. بعد كده نيجي بقى الحاجات السكيورتي، الواف، الكي ام اس، الجارد ديوتي، كل ده معتمد على حته السكيورتي اللي انا كنت بقول عليها، فلازم تبقى فاهم الحته دي كويس قوي. بعد كده الاس 3. ماشي. الاس 3 هنا دي مش معتمده على اي حاجه، ده حاجه بتابلود فيها فايلز، فمش معتمد على حاجه من الحاجات اللي فوق، فتمام تقدر ان انت تفهمها على طول. نيجي بقى رقم 12 الاي ام والاورجنايزيشن. هنا بقى حته الاوثنتيكيشن والاكونتس والكلام ده معتمده شويه على فكره الاوثنتيكيشن، بس يعني الموضوع بسيط وسهل جدا. طيب نيجي هنا بقى للتوبكس اللي باقيه في الاي دبليو اس براكتيشنر كورس. هنيجي هنا الكلاود فورميشن. دي تول اي دبليو اس يعني عندها بتخليك سيرفيس، بتخليك ان انت اوتوميت تقوم انفايرمنت كامله من غير ما حتى تكتب سكريبت. يعني هو بيبقى عندهم تمبلتس كده بتختارها، بتقوم هي انفايرمنت اي سي 2 انستنس ولود بالانسر وحاجات كده بالمنظر ده، فهي زي اوتوميشن تول. نيجي هنا بقى رقم 14 الكلاود تريل والكلاود ووتش. ده دي سيرفيس في اي دبليو اس بتقدر ان هي تقيس البرفورمانس بتاعه الاجهزه بتاعتك، الريسورسز بتاعتك. وفي نفس الوقت الكلاود تريل ده بيبقى اوديتنج، بيقدر يقول لك لو في حد غير حاجه في الريسورسز بتاعتك، يقدر يتراك مين غير ايه كادمن. يعني لو حد ادمن او يوزر غير حاجه يقدر يقول لك مين اللي غير وعملها امتى وازاي. كلاود ووتش بيقيس البرفورمانس، ممكن يقول لك الاي سي 2 انستنس سي بي يو عالي، السي بي يو دي حاجات بالمنظر ده. نيجي هنا رقم 15 لامدا. ودي فكرتها ان هي دي حاجه سيرفرلس، سيرفرلس سيرفيس من اي دبليو اس. فكرتها ان انت مش محتاج اصلا تديبلوي اي انفراستراكشر، انت بتحط الكود وهي بتحاسبك بعدد الريكوستات. وفي سيشن عالميه عمر فتحي عملها في القناه دي اسمها اللامدا، في البلاي ليست بتاعت الزوم ميتنج، ممكن تتفرج عليها، حاجه بجد جميله جدا. اخر حاجه هنا رقم 14 الاي كي اس والاي سي اس اللي هي الكونتينر والكوبرنيتس. دي انا بصراحه ممكن اضيفها شويه على البري ريكويزيت، يعني لو انت تقدر تذاكر شويه كونتينر وشويه كوبرنيتس ممكن تفرق معاك شويه بصراحه، لان انا يعني ايه تعبت شويه وانا بذاكر الحته دي. ده كده باختصار حدوته الكلاود من ناحيه اي دبليو اس. ايه البري ريكويزيتس؟ والكلام ده هينطبق على فكره على ايجور. ايه البري ريكويزيتس اللي انت محتاج تكفرها قبل ما تخش على الكلاود، واللي انت متوقع تشوفه ايه لما تيجي تذاكر الاي دبليو اس براكتيشنر كورس؟ متوقع ان انت تشوف الحاجات دي.